خبز المطلوب من بين الوصفات، هذه الوصفة اللي ما نقدرش نبدلها ومحال نبدلها، واذا جربتوها نتوما متاكده ما كلش راح تزيدوا تبدلوها، يجي خفيف ومقطن كيما راكم تشوفوا فيه. بالنسبه للمقادير نحطهم لكم اسفل الفيديو. انا في ريسيبيون كنت درت السميد، الخميره، السكر، الزيت، كنت درت الماء اللي يكون دافي، خلط كامل المكونات مع بعض ونخلي الخليط تاعي يتفاعل في مكان يكون دافي مده 15 دقيقه. لهنا كنت بدل درت في جفنه تكون شويه كبيره على بالنا كامل نحبوا نعجنوا في جفنه هكا بنحس روحنا باللي صح انا شاطرات. لا علينا. ومن بعد ضفت الملح والفارينه. لازم تحصل على عجينه تكون تتلصق شويه، انا كنت نخبط فيها بهذه الطريقه مده 10 دقائق، والسر كامل راه لهنا بالخبز تاعنا يجي خفيف ومقطن من الداخل. نزيد نخليها تخمر للمره الثانيه ومن بعد نديكازيها، وقسمتها لهنا لي بولات بهذه الطريقه وجوزتهم كامل في السميد اللي يكون رطب. من بعد نفتحهم ونقسمهم على زوج. بالنسبه لي نحب نديرهم ساندويشات، ولي نحب نديرهم خبزه مطلوع عادي نخليهم هكذاك. نطيبهم، نزيد نخليهم يخمروا للمره الاخيره، لازم يخمروا مليح في هذه المرحله الاخيره. نطيبهم على فرن يكون مسخن على اعلى درجه من الفوق ومن تحت، وهذه هي النتيجه النهائيه.